الحمد لله على ما أصبر علينا من العطاء، نحمده ونشكره ونثني عليه على ما أسبل علينا من الغطاء، ونعوذ بالله من شرة اللسن ومن فضول الهزر ومن معركة اللكن، أسألنه توفيقا قائدا إلى الرشد، وقلبا متقلبا مع الحق، ولسانا متعليا بالصدق، ونطقا مؤيدا مزينا بالحجة والبراهين، وإصابة زائدة عن الزيغ. وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وأعظمهم قدرا الذي اشتغل المولى العظيم بالصلاة عليه وملائكته، وقال ربنا جل وعلا في حقه في محكم تنزيله حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا إلى الله محمد بن عبد الله، أفصح الخلق نطقا وعذبهم بيانا، وعلى آله الفصحاء وأصحابه البلغاء، وكل من تبع بدعوته إلى أن يغث الله الأرض وما عليها وهو خير الوارثين. أما قبل، أحييكم تحية دينية نورانية أولها الرحمة، أول السلامة، ووسطها الرحمة، وآخر البركة. أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن المستحسن والجدار التقدم بإهداء تقديم التحيات والاحترامات الفائقة للمستحقين بها. وما المستحقون بهذه التحيات والاحترامات سوى ضيوفنا الكرام الذين تزينت هذه الجلسة آني مهرجان روضة التعليم الإسلامي تحت مظلة المدير إبراهيم يوسف السيوطي أدام الله حياته وحفظه الله ورعاه. تشرفت هذه الجلسة بحضوركم وقدومكم وحجودكم معنا، بداية من سماحة البروفيسور الذي سيملك زمام ورعاسة هذه الجلسة من بدايتها إلى النهاية، وذاك شخصية أدبية بلاغية كبرى، التي كانت هذه الشخصية ظاهرة كظهور الشمس في كبد السماء نهارا، وذاك معالي البروفيسور الذي كان معروفا لدينا ولدى الجميع بغرر بيانه ودرره وبملح الأدب ونواظره، وذاك سماحة البروفيسور عبد الباقي شعيب أجاكا أبا البارافيس. إيه جبل البلاغة، البلاغة نفسها،
النقد نفسه، وجوده بيننا كوجود الجرجاني، وجوده بيننا كوجود الشيخ آدم عبد الله الإيلوري الإفريقي العالمي، حفظكم الله ورعاكم، ولا يضحكم الله عن ذل السابق، وأنا أتضرع إلى المولى أن لا يجعلكم مضغة للماضي. وكما تجري هذه التحيات والاحترامات إلى حضرة الدكتور البليغ البلاغي، لأن ليس كل بليغ بلاغيا، ولكن هذا الدكتور الذي كنت على اسمه هو بليغ وبلاغي معا، عرف ما للبلاغة، عرف، لأن مما أخذنا من سماحتهم أن ما قدم إلا الغرض، وما حذف إلا الغرض، وهذا الشيء علامة. وذاك شخصية الدكتور مقتدى الإمام الكيدي، وحفظكم الله ورعاكم. هو بروفيسور، أعانكم الله، الأستاذ الدكتور، حفظكم الله ورعاكم. وكما تجري وتنطلق هذه التحيات والاحترامات كذلك إلى صاحب الرواية المشهورة لدينا، وما تلك الرواية عن حبث الطفولة الذي هو نافع، وكل بدل من أبدانه ينتفع الناس به. وذاك سمعت البروفيسور علي عبد القادر العسلي أدام الله النصر فيكم وفينا جميعا. وإلى حضرة الدكتور تجري التحية كذلك الدكتور عبد الحكيم جبريل عيسى، حفظكم الله ورعاكم، وأنا أستنزل الله لكم كرمه الجمة وفضله الذي عمه. وكما أنا لا أنسى أن أحيي بحضرة شخصية مثالية بين الناس خاصة وبين النساء عامة، وتلك الشخصية المثالية وتلك الدكتورة حسنة فوميلايو أبو بكر حامد، تولى الله رعايتكم، رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الدولية بمدينة إيلوري بجامعة إيلوري، حفظكن الله ورعاكن وسدد الله خطاكن، آمين. وكما تجري هذه التحية كما تشهدونها إلى حضرة الأستاذ الدكتور، وإن شئت قل البروفيسور، أيما شئت، البروفيسور مقتدى عبد السلام الحقيقي، حفظكم الله ورعاكم. قل طالما كنا نتمتع بحركاتكم الجبارة وبفصاحتكم الفعالة، متعكم الله بعدائكم ما دمتم حيا. ولا أنسى أن أرحب أن أقدم إلى مديرنا الذي حفظكم الله ورعاكم، نعم، إلى حضرة البروفيسور الذي كان مما
يشار إليه بالبنان، وذاك سماحة الدكتور المسؤول عبد الله مسعود عبد الله جاتا، أسعد الله أوقاتكم. وإلى حضرة المدير أعيدوا تلك الكلمة مرة أخرى. الذي ببركته وبنضوجه وبفداء نفسه للعلم وتكريس حياته له نبعت تلك الأشجار، هذه الأشجار المثمرة، وذاك شخصية المدير الكفو. لأنني دائما أنا أقوله، ليس كل من أسس المدرسة له الكفاءة على إدارة شؤون المدرسة، ولكن هذا المدير أسس ورزقت الكفاءة على إدارة المدرسة، وذاك سماحة المدير الأديب الناكد البصير إبراهيم يوسف السيوطي ودولتكم. وإلى الجلاس جميعا أقول لكم جميعا إرسا للوقت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن شاء الله نبدأ خطوات اليوم، ويجدر بنا أن نستفتح هذه الجلسة المباركة الميمونة بالدعاء الافتتاحي، فقياما لهذه الخطوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جوده وهذا من عذاب وعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وعودا تقبل الله منا ومنكم، آمين. انتقالا مباشرة إلى الخطوة التالية، وهي قراءة آيات من الذكر الحكيم